فاكرين مرة كنت عاملة فيديو قُلت انسفوا علاقتكم القديمة، في ناس كتير بتطلع من علاقات وبتبقى لسه متعلقة جدًا، جدًا بالعلاقة دي، أو متعلقة بالشخص اللي كانت معاه في العلاقة دي، لسه مش قادرة تنساه، لسه مش قادرة تطلع منه، لسه قاعدة بتفكر فيه. أول حاجة لو أنتم حصل إن أنتم انفصلتوا عن شريك أو انفصلتوا عن حبيب أو انفصلتوا عن مكان، امسحوا كل ذكرياتكم الخاصة بالشخص ده، دي أول خطوة لازم تبدأوا بيها. يعني عشان نفُك التعلُّق لازم الأول نتخلّص من جميع الذكريات، على الأقل الذكريات الملموسة، لأن الحاجة اللي جوانا عمرنا ما هنقدر ننساها بسهولة، لكن الصور، الهدايا، الأماكن، ساعات حتى ما بنقدرش ندخل نفس المكان اللي دخلناه معاه قبل كده، حتى الأغنية بتبقى رابطانا بيه، ساعات بنسمع أغنية كنا بنسمعناها قبل كده مع شريكنا ده، ما بنقدرش نسمعها مرّة تانية لوحدنا. في حاجات كتير أوي جوانا بتتأثّر، مش هاقدر أقول لكم إن الجرح جواكم هيخلص، لكن أقدر أقول إن إحنا ممكن نحاول ننضّف الجرح ده ونقفل الجرح ده بنضافة. يعني نقدر نعمل إيه؟ زي ما قُلنا كده نتخلّص من الذكريات، نتخلّص حتى من دخول الأماكن اللي كنا بندخلها مع الشخص ده. حاولوا إن أنتم حتى تبتعدوا عن الأشخاص المشتركين بينكم، ما تقابلوش ناس كتير هتكلمكم عن الشخص، ما تتكلموش عنه، ما تقولوش اسمه كتير، حاولوا إن أنتم تتجاهلوا إحساسكم بإن أنتم عايزينه قريب منكم. إحساس مش سهل صح؟ بس إحساس لازم نحسه أو حاجة لازم نمُر بيها علشان ننسى شخص أذانا، أصل الأذى بيبقى صعب أوي، الأذى بيفضل معلّم جواك، هو مش مبيّن علامة برّه في جسمي، يعني إيدي مش متعوّرة، لكن الحقيقة إن أنا قلبي هو اللي اتعوّر. عشان كده باقول تخلّصوا من الذكريات، ما تسمعوش الأغاني، ما تسمعوش ما تتفرّجوش على الأفلام اللي كنتم بتشوفوها مع بعض، حاولوا إن أنتم تبتعدوا عن الذكريات اللي كانت مشتركة ما بينكم بأي طريقةً كانت. لكن كمان هاقول لكم عن حاجة تانية تقدروا تعملوها مع نفسكم وتقدروا تعملوها في البيت، اكتبوا على ورق أبيض كل حاجة مضايقاكم من الشريك ده، واكتبوا اسمه أكتر من 7 مرات في الورقة دي، وطبّقوا الورقة 8 تطبيقات ولفّوها بخيط أسود. بس أنا أصلًا نَفَسي اتكتم وأنا باتكلّم عن الحكاية، لإن طاقة مش حلوة أنا عارفة، حاولوا إن أنتم تلفّوها بخيط أسود كتير جدًا، جدًا، واحرقوها، احرقوا طاقة الشخص ده من جواكم، واحرقوها من حواليكم وارموها في التواليت، شدّوا عليها السيفون. مش معنى كده طبعًا إن الجرح هيكون قفل أو إن أنتم نسيتوه، بس هي طريقة تقدروا تكرروها 7 أيام ورا بعض، هتحسّوا إن أنتم بقيتوا أحسن بكتير جدًا، جدًا، وهتحسّوا إن أنتم قدرتوا على الأقل تتعايشوا لحد ما الزمن كفيل إن هو ينسيكم الشخص ده. أتمنى إن ما حدش يكون مَر بالطاقة دي، ولا حد حاسس بالإحساس اللي أنا حاساه ده، وأتمنى لكم السعادة، وأتمنى لكم الخير، وأتمنى لكل واحد في حالة يعني في حياته في علاقة تستمر علاقته بسعادة. كان معاكم سارة فودة خبيرة الفلك والطاقة والتاروت، سلام.